اول حاجه طبعا انا اسف على التاخير. ثانيا ده فيديو ان شاء الله هشرح فيه كام بلجن موجودين على ادوبي بريمير برو، وركزوا في الفيديو ده لان ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون شرح ريل من الصفر، وهنعتمد فيه الفتره اللي جايه على ادوبي بريمير، بما ان اغلب الناس بتخش على الانستجرام والواتساب يقولوا احنا عايزين شروحات على ادوبي بريمير، لان مش كلنا عندنا افتر افكت، وفي ناس عندها الاجهزه بتكون تقيله، لان ادوبي افتر افكت حيوان صراحه في موضوع الجهاز ده. تابعوا الفيديو ده، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون فيه شروحات كتير جدا لريل وفيديوهات طويله، واللي انتوا عاوزينه طبعا اكتبوه في التعليقات، وان شاء الله الفيديوهات اللي بعد كده هتتحدد على حسب انتوا بتقولوا ايه او عاوزين ايه. يلا نبدا الفيديو. طيب، نبدا باول بلجن. هو بلجن شبه بلجن اف اكس كونسول اللي موجود على ادوبي افتر افكت. طبعا البلجن اسمه دجر. نخش على الموقع. البلجن مجاني، تقدر تحمله من الموقع الرسمي، نسيب لكم اللينك في الوصف. تحمل البلجن وتسطبه عادي جدا انستول، زي الاف اكس كونسول. وبعد كده هتيجي تفتح ويندو، وبعد كده هتختار سبيل بوك. هتفتح معاك القائمة دي. هنا هتحط الاختصار اللي انت عايز تحطه علشان تفعل الضجر. انا هنا وليكن هحط كنترول بي. تك اوكي. هتيجي هنا مثلا عايز تحط اي افكت، تك كنترول بي، وهتعمل مثلا افكت ترانسفورم او ايا كان يعني. هتيجي هنا الافكت كنترول، هتلاقي الافكت نزل معاك. بس البلجن ده فيه مشكلة، هو ان انت كل ما هتيجي تفتح البرنامج هتدخل على سبيل بوكس، سبيل بوك دي، وهتحط الاختصار تاني. يعني الاختصار بيتمسح مجرد ما تقفل البرنامج. وطبعا عن طريق السبيل بوك، يعني مثلا تقدر ان انت تحط اي افكت كافكت مفضل عندك. تيجي تتك هنا وتتك فيفورت. حلو. خش على السيتنج. ترانسفورم اهو. اتحط موجود عندك، بحيث ان انت يعني مثلا تتك كنترول بي، سيتنج، ترانسفورم على طول، هتلاقي الافكت نزل عندك. بس زي ما قلت لك، كل مرة هتفتح البرنامج لازم تخش على سبيل بوك وتحط الاختصار بتاعك. وده البلجن رقم واحد. نيجي على البلجن رقم اتنين، وهو سموزيفاي. برضو نفس الحكاية، بتنزله من على موقع بلينك دوت اي او. حمل البلجن عادي جدا. هتيجي تفتح ادوبي بريمير، هتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. وهتيجي تعمل هنا على كاستم بيزر دي. طبعا هنا انت تقدر تعمل اللي احنا بنسميه الباونس افكت اللي موجود في الافتر افكت عادي. وهنا مثلا هتيجي تعمل ايزي بالشكل ده كده، او تظبط الكراف، وهتعمل ابلاي. انا تقريبا عامل عدد كي فريم، فخلينا بس نجيب فيديو قصير عشان نعرف احنا بننايل ايه. عايزين نحط adjustment layer مثلا، وعايزين من هنا نعمل كي فريم. هنحط افكت ترانسفورم عن طريق بلجن الضجر، وهنيجي هنا نعمل بوزيشن وسكيل. نطلع قدام شوية، نعمل سكيل بوزيشن بالشكل ده. وهنيجي عند البلجن ده كده. تمام. وهنعمل مثلا الجراف بالشكل ده كده، ونعمل ابلاي، تبقى بالشكل ده كده. فرج. هو صبر، مسؤولية، فكرة حلوة. هو صبر، مسؤولية، وأحيانا تضحية. تعديل الجراف اللي موجود في افتر افكت، طبعا في افتر افكت بيكون بشكل احترافي، بس احنا هنا بنتكلم على الناس اللي هي شغلها ما بيطلعش بره ادوبي بريمير، او مثلا ما عندهاش خلفية ازاي تقدر تستخدم الموضوع في ادوبي افتر افكت، فالموضوع كده بيكون اسهل يعني. فده بلجن انت تقدر تستخدمه بشكل سهل جدا. نيجي بقى لأهم بلجن موجود، وهو بلجن الباد اف اكس. تمام. طبعا هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. البلجن فيه جزء منه مدفوع وجزء منه مجاني. ده عندك تكست انيميشن،
اللي هو الباونس اللي هو الترند اللي موجود دلوقتي بالشكل ده. ونيجي هنا مثلا عند الاسيت، هتلاقي عندك هنا جي اي اف، الصور اللي هي المتحركة دي. تمام. آه، تمام، ابقى دور انت براحتك. وهتيجي هنا عند الصور، هتلاقي فيه صور وفيديوهات، اوفرلاي، الترانزيشن اللي هي كله بيدور عليها دي. مؤثرات كتير. خلينا نرجع، بس اهم حاجة موجودة هنا وهي الاوديو، اللي هي الساوند افكت. وهتلاقي فيها طبعا مكتبة كبيرة جدا من الساوند افكت. كل ما هتيجي تنزل بالماوس هتلاقي الموضوع بيحمل، وهتلاقي ساوند افكت اكتر بتنزل. وغير كده انها متقسمة هنا الوشز، الوشز لوحدها، كليك لوحده، والبوب. واحد ساوند افكت كتيرة جدا، كله على حسب استخدامك. ودي احسن حاجة فيه، ان هو مقسم لك الوشز لوحدها والحاجات دي لوحدها. بس ده كده البلجن اللي موجودة معانا النهاردة، واتمنى اكون عرفت اشرح كويس. وكل اللينكات هتلاقوها في الوصف. السلام عليكم.